شموسة، بعد لا تحكين بأسلوب مو حلو يا مروة، عيب مهما يكون تبقى خطار عندنا ولازم نحترمها. يعني انت قابلة على هاي التصرفات التافهة؟ ما يخالف حبيبتي، أصلا أنا أريدك كلش تحبيها. ترديني أحبها ماما؟ شلون أحبها؟ هي ما تنبلع وأنا ما ارتاح لها الصراحة. وإذا أقول لك الخاطري، إذا تحبيني أريدك تحبيها وتعتبريها مثلي. أوكي ماما، أحاول بخاطرك. ها، جديد تتابعون بالتلفزيون مسلسل خليجي هسه شوية ويبدي. خالة تعال شوفي كلش حلو، احنا كل يوم الساعة 9 نتجمع هنا ونتابعه. شنو؟ مسلسل خليجي؟ لا عيني أنا متابعة مسلسل تركي. يلا شموسة انطيني الريموت عاد اشوف المسلسل مالتي. لا والله ولا أنطي. بما أنه أنت خطار المفروض تحترمين أهل البيت الجاية يمهم، وشنو يتابعون تتفرجين وياهم. وبما انه أنا خطار يمكم لازم تحترمون رايي وتخلوني اتفرج المسلسل اللي متابعتها. ما يخالف حبيبتي شموسة، خلي نقلبوا على المسلسل اللي متابعتها خالة مروة، وانتي شوف المسلسل باليوتيوب. هذا الريمون خذوه وأنا رايحة غرفتي، والله مليت من هاي العيشة. شموسة فشلتنا ويا مروة والله عيب. شنو فشلتنا؟ هي طفلة وترى حقها ما سوت شي غلط، المفروض مروة ما تخلي عقلها وعقل شموسة. يلا كافي لا تسمعنا. بنات، هاي الكيكة بيبي سوتها، شنو رايكم بطعمها؟ كلش طيبة، بس مو أطيب من الكيك اللي تسويه ماما. شنو؟ لا عيني، أمي تسوي كيك أطيب من بيبيتك وأطيب من أم فروحة. شنو اللي يثبت؟ شنو رايكم باكر كل وحدة أمها تسوي لها كيكة ونشوف منو الأطيب؟ أوكي، هاي هي اتفقنا، وأنا متأكدة كيكة ماما راح تفوز على كيكة أم ليان. ماما اليوم بيبية يقين مسويت لها كيكة كلش طيبة، بس أكيد مو أطيب من الكيك اللي تسوي انتي. فاتفقنا نسوي تحدي أنا وليان ويقين، كل وحدة أمها تسوي لها كيكة ونشوف منو أطيب وحدة. يعني ترديني اليوم أسوي لك كيكة؟ اي ماما، إذا تقدرين وبيش حيل. طبعا أقدر حبيبتي، هسه أسوي لك كيكة طعمها خرافي وأخليك تفوزين بالتحدي. لا انت ارتاحي ام فروحة، خليها علي وأنا راح أسوي لها كيكة طعمها يخبل. لا خالة شكرا، ما اريد اتعبك، وبعدين البنات يردون يذوقون كيكة من ايد ماما. أنا نفس أمك، وإذا سألوك قولي لهم ماما سوتها. خالة يعني انت متأكدة تعرفين تسوين كيك مضبوط؟ أكيد أسويها أطيب من كيك المحلات. شنو رايك ماما؟ عادي خالة مروة تسوي لي؟ ما دام هي حابة تسوي لك ماكو مشكلة. يلا هسه روحوا بالهول، خلوني وحدي اسوي الكيكة على راحتي. اوكي خالة. يا ربي هسه انا ايش سويت؟ ورطت نفسي وانا ولا مرة بحياتي مسوية كيكة. هسه شو اسوي؟ لقيتها، خلي اطلع الطريقة باليوتيوب واسوي نفسها. خالة مروة صار لها ساعة ونص بالمطبخ، راح تسوي لي كيكة وان شاء الله افوز على البنات وتطلع كيكتي اطيب وحدة. انت كل عقلك مروة تعرف تسوي كيك؟ ليش لعل ما تعرف تقول اسوي كيك اطيب من الجاهز مال المحلات؟ ايش بيش هي كان ما تعرف سوت اسود ولعب النفس عشان نعمة الله. يا خاف صدق تخربها، والله خليتيني بقلق. تعالي للمطبخ نشوف ايش سوت. يلا اوكي. يا ربي الكيكة احترقت، هسه شو اسوي؟ والله خليت نفسي بموقف محرج. يا الكيكة احترقت. الله شلون كيكة محترقة. اقول لك مروة، هاي الكيكة محترقة لو خلت لها نوتيلا. اصلا تسوي كيك اطيب من الجاهز. شموسة ترى مالي خلقك والله. أم داتي والله، ايش وقت تبقين فاهية وبسرعة صادقين بالناس؟ ليش خالة ليش غربتيها؟ هسه شو اسوي؟ والله فشلتيها يا صديقاتي. فرح غيبي باكر، والله ذا داومت تصيرين مضحكة للبنات على هاي الكيكة. لو خلي ماما زايدة مو أحسن لي؟ شبيش فرح ليش تبكين؟ ماما مروة سوت كيكة محترقة، بس ما عليكم بهذا السواد، أصلا أطيب من كيك المحلات. بطني راح أموت من الضحك.
كافي شموسة سكتي، على شنو تتمضحكين؟ أنا آسفة فرح، والله ما كان قصدي أخليك بموقف محرج ويا صديقاتك، بس حبيت أسوي شي فرحك. لا عادي خالة، أنا ما أداوم باكر، هسه أخابر البنات أقولهم أجلوها على عقب باكر. لا حبيبتي لا تغيبين ولا شي، هسه أسويلك أطيب كيكة بالدنيا. صدق ماما تسوي لي كيك؟ بس هسه دنيا ليل الوقت متأخر وهذا وقت نومتك. عادي حياتي مو مشكلة، لا تنقهرين ولا تضوجين، روحي نامي والصبح تقعدين تلقين الكيكة جاهزة. شكرا ماما، انت أحلى أم بالدنيا، الله يخليك إلي. حبيبتي فروحة. ها بنات، شنو رايكم بكيكة ماما؟ كلش طيبة عشتيدها. يقين انت احكي الصراحة، انت الحكم منو أطيب كيكتي لو كيكة ليان؟ اثنينهم طيبات، بس الصراحة كيكة ام فروحة رهيبة ما تتقارن بأي كيكة ثانية. يعني قصدك كيكة ماما مو طيبة؟ لا والله طيبة، بس كيكة ام فرح بها نكهة مميزة، ما ادري شنو السر، لازم نعرفه. اي صحيح، لازم تعلمنا الطريقة. خلص بنات، اني اسأل ماما وخليها تكتب لي المكونات والطريقة بورقة واعطيكم اياها. هلو بنات. هلو خالد، تفضلي قعدي. لا ما اريد اقعد، بس جيت اسألكم تردون اسوي لكم حلاوة؟ لا والله ما نريد، ما نحب الحلاوة المحترقة، اكيد راح تحترق. شموسة شبيك ليش تضوجين مني؟ تراني احبك واعتبرك مثل بنتي. لا شكرا، لا تعتبريني مثل بنتك، اني بنت ام فروحة وبس. زين شنو الشي اللي مضوجك مني؟ احكي بصراحة. الصراحة ليه انت تدخلين بشغلات ما تخصك؟ يعني انت خطار، المفروض تخلين حدود. لين معتبرتكم اهلي دا اتصرف هيك؟ على العموم اني باكر اروح لبيتنا. لا تروحين حبابة، يعني بسببي ضجتي مو صحيح؟ لا مو بسببك، بس انا صار لي 6 ايام يمكم، لازم ارجع لبيتنا لانه اشتاقيت لامي. عفية مروة، لا تزعلين مني، انا اسفة حكيت وياك بهذا الاسلوب. لا ما زعلانة منك. اكيد، لان ما ردك تروحين وشايلة بقلبك علي، تراني احبك وما ردك تضوجين مني. معقولة تحبيني؟ والله أنا قلبي طيب وأحب كل الناس، بس مشكلتي اللي بقلبي على لساني، إذا شي ضجت منه ما أعرف أسكت، لازم أحكيها. إي بعد شموسة أم لسان، اطمني أنا ما زعلانة عليك حبيبتي. شكرا مروة. شو ذابة ميانة وياي وتصيحي لي مروة؟ ليش ما تصيحي لي خالة مثل فروحة؟ ترى أنا كبيرة بقد أمك. لأن أعتبرك صديقتي، أحب أصيحك باسمك. اوكي حبيبتي براحتك، يلا انا اجيت اسلم عليكم، خاب باكر اروح من الصبح وانتو نايمين. ان شاء الله توصلين بالسلامة. الله يسلمكم حبيباتي، يلا باي باي. باي مروة، ولا تنسينا كل فترة تعالي يمنا ان شاء الله. قلت اقول لكم انه انا راح اروح باكر لبيتنا. ماشي، وإن شاء الله توصلين بالسلامة، نورتينا. لا عليك الله مروة، لا تروحين حبابة، تروحين باكر. ابقي اريد بناتي يحبوك يتعودون على وجودك. عافية ابقي لا تروحين. ليش تديهم يتعودون علي؟ شنو تدين تزوجين ابوهم؟ اي اريدك تتزوجينه، عليك الله وافقي، بس حبابة صيري زينة ويا البنات واعتبريهم مثل بناتك. شنو شبيك؟ ليش تحكين؟ شنو صاير وياك؟ راح اقول لك بس لا تضوج، بعد هذا حد يومي. شنو؟ احكي بسرعة، وقعتي قلبي. انا راح اموت، ما اطول هواي بهاي الدنيا، واريدك تتزوج مروة، خاف من اموت تجيب لهم وحدة غريبة تقسى عليهم. ليش تموتي اسم الله عليك؟ شنو هالحكي؟ معدتي تأذيني ورحت للدكتورة، قالت سوي تحليل يطلع بعد اسبوع، قلت لها شبيه ما قبلت تجاوب، بس انا حسيت بيها شاكة بيها مرض السرطان. اسم الله، الله لا يقولها. ليش تفاولين على نفسك وبعدها نتيجة التحليل ما طلعت؟ يا معودة قولي يا الله. انا نفسيتي كلش تعبانة، ما اعرف شلون اتصرف، شلون راح اعيش جهالي. منو يهتم بيهم؟ منو يقريهم؟ راح يبقون بدون ام. اهدي حبيبتي، ان شاء الله ما بيك شي. انت صار لك قد من سويتي التحليل؟ صار لي 6 ايام وباكر تطلع نتيجة التحليل. خلاص لا تفكرين، باكر من الصبح نروح انا وياك للمختبر وان شاء الله خير. الله كريم ان شاء الله. ها شنو النتيجة؟ ترى ظالين بقلق. اطمنوا ماكو شي يخوف، مجرد التهاب بسيط بالمعدة. الحمد لله الحمد لله، ألف الحمد لله وشكر يا ربي.
يعني هاي هي ما بيها مرض مو زين؟ لا ما بيك شي. اخذوا هذا التحليل ورجعوا لي الدكتورة تنطيكم أدوية، وبس تكملين تصيرين زينة إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك حبيبتي، والله خوفتينا عليك. الله يسلمك، شكرا. كلش فرحانة، معقولة ما راح أموت؟ أي الحمد لله، عمرك طويل إن شاء الله. بس أنت سبقتي الأحداث، طلعتي نتيجة التحليل بكيفك وموتي نفسك وحضرتي لي مرة أتزوجها. إيش مدريني بعد شو زادت بعقلي الدراما بهالأسبوع. أي المهم، هسه شو وقت أتزوج مروة؟ لا بالله، تتزوجها شنو؟ لا تفرح عيني، هاي حتى بالأحلام ما تصير. ولهنا تكون انتهت قصتنا. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة.